بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل متابع لبرنامج وطن رقمي على قناة الشمس. إن شاء الله بإذن الله الأسبوع ده هيتم إطلاق أكاديمية تكنولوجي فالي للتدريب. الأكاديمية مجانية، بيتم فيها يعني التدريب في هذه الأكاديمية مجانا، وبيتم من خلال مبادرات المسؤولية المجتمعية اللي بيتم إتاحتها من قبل مجموعة من الشركات الشريكة لهذه الأكاديمية. والهدف الحقيقة من كل ده إنه تأهيل وتدريب الشباب المصري لسوق العمل. عايزين نقول لحضراتكم يعني الأكاديمية يعني بتساهم بشكل كبير جدا في تأهيل وتدريب الشباب لسوق العمل. معانا على التليفون مهندس محمد طنطاوي، العضو المنتدب لشركة تكنولوجي فالي أو أكاديمية تكنولوجي فالي. بنرحب بحضرتك يا باشمهندس، وربنا يوفقكم. ألف مبروك مقدما على إطلاق الأكاديمية. الله يبارك فيك يا فندم، ومتشكرين على المداخلة الجميلة دي، وبنحييكم وبنحيي المستمعين اللي معانا كلهم. طيب، في البداية حابين نقدم للسادة المشاهدين والمتابعين لقناة الشمس تفاصيل أكتر عن وجود أكاديمية بتقدم دورات تدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل مجاني للعديد من الشباب وطلاب الجامعة. طيب، هو احنا أساس فكرة قيام الأكاديمية دي، احنا أي كيان تجاري موجود في السوق، سواء نشاط تجاري، نشاط تصنيع، أو أي نشاط موجود، العامل البشري هو أهم اللي قايم عليه الشركة أو أي كيان يعني. دي حقيقة. فاللي بيفرق الشركة الناجحة عن الشركات التانية إزاي تدير العامل البشري اللي معاك وتدربه وتنهض بمهاراته، عشان هو أهم عنصر من عناصر نجاح المنظومة. احنا بنقابل المشكلة ساعة الريكروتمنت، احنا أو أي شركة تانية، إن احنا نلاقي الموظف أو العامل الموجود اللي هو بنحتاج، اللي هو العامل الخبرة اللي هو بيساعد في نجاح المنظومة، أو بنجيب حد بنعلمه وده بياخد وقت، بنعمل له اورينتيشن بياخد في حدود 3 شهور. لان المشكله دي بتقابلنا وبتقابل الشركات اللي موجوده في السوق كله. فقلنا طيب وليه ما نعظمش؟ احنا عندنا الريكروتمنت بناخد 3 شهور، بنعمل اورينتيشن للموظف اللي جاي يشتغل. طيب ما نكبر العدد اللي داخل، ويبقى الاورينتيشن يبقى لينا وللشركات اللي موجوده في السوق كلها، بحيث يبقى في جانب نظري وجانب عملي، ونعمل اكاديميه، واللي بيطلع من الاكاديميه دي بيخدم على السوق كله، سواء احنا او الشركات اللي موجوده في سوقنا او سوق مشابه للسوق بتاعنا. عظيم. ولقينا ان نفس يعني الاحتياج اللي عندنا ده موجود احتياج زيه عند الطلبه اللي هم البكالوريوس، سواء هندسه او تكنولوجيا معلومات او واتيفر، او الحديث التخرج. هو قدام مفترق طرق، فاروح فين؟ طب اخد كورسز عن كورسز ايه؟ طب الكورسز دي بفلوس ولا فري في مبادرات تانية؟ طب الكورسز دي نظري ولا عملي؟ طب انا محتاج يعني الطريق اللي هاخده من دلوقتي هو ده اللي هيكمل معايا. فاحنا بندي للشباب الفرصه ان هم يكتشفوا الطرق دي قبل ما يمشوا فيها، عن طريق محاضرات نظري لمده 2 أو 3 أسابيع، وبينزل عملي يشوف نتيجه اختياره ده. بيجرب اسبوع في كل شغلانه، في كل طريق هو ممكن يمشي فيه، وفي الاخر بنديله سيرتيفيكت، وهو بقى بيبقى في السوق، سواء بقى ممكن يشتغل معانا، بيشتغل مع حد تاني في نفس السوق، او في سوق قريب، سوق اتصالات او واتيفر. كل التوفيق يا فندم. بس طبعا احنا محتاجين يعني بعد الاطلاق نبقى عندنا رؤيه اوسع واشمل، وعلى اساسها نعرف يعني مدى نجاح البرامج التدريبيه اللي بتقدمها اكاديمي تكنولوجي فالي، علشان نقدم للساده المشاهدين بيان مفصل عن امكانيه الالتحاق بالاكاديميه ومعرفه شروط الالتحاق، وكمان نعرف الفرص العمل اللي ممكن توفرها. بشكرك جزيل الشكر المهندس محمد طنطاوي، العضو المنتدب لشركه اكاديميه تكنولوجي فالي. بشكرك جزيل الشكر لوجود حضرتك معانا، وبشكر حضراتكم على طيب المشاهده.